مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم بألف خير. خلاص رمضان على الأبواب، ورمضان يعني الزبادي كل يوم، وللأسف السعر في الطالع. فتعالي أقولك بقى كل التركات اللي أنا بعمل بيها عشان أعمل أحلى زبادي بيتي ممكن تدوقيه. وعايزة أقولك إنه أغلب الزبادي البيتي اللي كنت بدوقه قبل كده بيكون ساور شوية، فأقولك إزاي تخلي طعمه كريمي قوي. وفي نفس الوقت هعملك ريفيو عن مكنة الزبادي بتاعت زهران اللي أنا عندي بقالها كتير قوي. وكمان بقى انا محضره لك مفاجاه في الفيديو ده يا جماعه، لانه زهران ستورز عاملين ويب سايت ليهم وعاملين اوفر تحفه جدا على المكنه دي. هي سعرها حاليا على امازون او كده لو فتحتيه هتلاقيه 850 وممكن كمان اكتر. على زهران ستورز في الوقت بتاع الفيديو ده دلوقتي نازله على 500 جنيه، فده اوفر تحفه جدا يا جماعه، تستاهل فعلا وتوفر معاكي جدا. فبصراحه انصحك ان انت تجربيها بالذات في الوقت ده. ولو دي اول مره تشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش ان انت تنزلي بقى تشتركي في الشانل عشان اي فيديو اعمله بعد كده يكون عندك. بصي بقى يا ستي، انا هقولك ازاي توصلي للعرض بتاع زهران. هتعملي سيرش على زهران ستورز وهيطلع لك الويب سايت بتاعهم، تفضلي تسيرش كده، هم عاملين اوفرز على حاجات كتير قوي. انا دورت على الهوم ابلاينس وفتحتها، وبعد كده فتح لي بقى ايه الاوبشنز اللي عليها اوفرز، وكان منهم اللي هي مكنه الزبادي، وكانت عليها اوفر منزلين من سعرها حوالي 230 جنيه وعامله بالشيبينج 500 جنيه. فطبعا ده اوفر حلو قوي، ما بقاش اصلا موجود دلوقتي. اقل حاجه على امازون وكده هتلاقوها في حدود 600 جنيه او اكتر كمان. وبما ان احنا داخلين على رمضان وكمان عيد الام، فتنفع هديه موفره وقيمه جدا للامهات. فعلا عجبتني قوي الفكره دي. المهم انا كنت جايباها فعلا كهديه لان انا اوريدي عندي واحده، فهفتح لكم بتبقى عامله ازاي. بيبقى جاي معاها الضمان كده، وهي بتكون جايه في تغليف كويس، جواها 8 كوبايات من الازاز وعليها الغطيان بتاعتها. حجم الكوبايه الواحده مش وحش، يعني 100 حاجه و20 ملي مثلا، وبيكون ليها الغطاء البلاستيك ده. وادي شكل الكوبايه اهو من جوه بالغطيان بتاعتها، وليها مدخل كده تقدري ان انتي تخزني فيه السلك بتاعه عشان ما يبقاش عمل دوشه، وبتقفلي عليه. في الفيديو ده هسيب بقى المكنه الجديده دي لان هي هديه، وهستخدم المكنه بتاعت الزبادي اللي هي ليها اكتر من 15 سنه، واقول لكم كل تريكات الزبادي اللي بستخدمها عشان يطلعوا احلى من بره. كل اللي بنحتاجه حاجات بسيطه قوي: لبن سواء الجاموسي العادي او تستخدمي اي نوع لبن، وبتعايري عادي على قد الكوبايات اللي انت معاكي، يعني بتعايري 8 كوبايات من اللبن. ولو هي لبن بارد واخداه من التلاجة هتحطيه على كسرولة كده على النار شويه بحيث يدفى شويه، وعايزينه يدفى حاجه بسيطه يعني. المهم انت لو مش بتستخدمي اللبن الجاموسي او بتحبي اللبن المبستر بالذات، ممكن تستخدمي اي نوع لبن وتعايري بنفس الطريقه اللي فاتت. هنرفعها على نار هادية قوي والعين الصغيرة، ونضيف بقية المكونات وهي على النار الهادية دي. هنحتاج علبة زبادي واحدة بس. ممكن ان احنا عشان ما يبقاش في اللبن اللي احنا بنعمله تكتلات، فهنجيب معلقة ونبدأ نضرب فيها كويس قوي ونقلبها عشان تكون كريمي كده وما فيهاش اي تكتلات، ونبدأ نضيفها على اللبن اللي احنا بنضيف فيه واحدة واحدة، وبعد كده نقلب في نفس اللبن نفسه عشان نتأكد ان كل الزبادي دخل جوه اللبن وما فيش اي تكتلات جوه اللبن. من الحاجات اللي بتضيف طعم وقيمه وتقل للزبادي البيتي هي اللبن الباودر. طبعا لو مش عايزه تضيفيه دي حاجه اللي تريحك، بس انا لما جربته فعلا فرق قوي في الزبادي، فبضيف معلقه واحده بس كبيره منه وبقلبها، وبضيف كمان معلقه سكر صغيره على ال8 كوبايات. وكل ده عشان اخلي البكتيريا بتاعه الزبادي تشتغل، وبقلبها كويس قوي. اخر بقى تريك فعلا ودت الزبادي في حته تانية وخلته كريمي خالص، هو اللي فعلا محدش هيقولك عليها، هي الكريم شانتيه او الباودر بتاع الصوبيا. الباودر بتاع الصوبيا او الكريم شانتيه لو حطينا منه كميه قليله قوي قوي على اللبن اللي احنا بنحضره ده، لان يكون زبادي بتودي الزبادي في حته تانية بجد، بتخلي طعمه كريمي وتخلي طعمه كمان احسن من بتاع بره. طبعا دي في الكميه المناسبه ليكي، لو انت مش بتحبي طعمهم قوي ممكن تحطي نص معلقه او ربع معلقه، هتخلي في فرق قوي جدا في طعم الزبادي. وصدقيني ده سر، يعني بعد تجربه كتير وصلت له واكتشفت ان هو فعلا خلى الزبادي طعمه احلى من بتاع بره، وبناتي بيحبوه جدا. بعد ما دفينا الزبادي مع كل المكونات اللي فاتت وقلبناه كويس قوي، نبتدي بقى نصبه في الكوبايات. عايزين واحنا بنصبه جوه الكوبايات، اول حاجه ان احنا هنحطه من غير الغطيان. تاني حاجه نتاكد ان واحنا بنصب كده مش عايزين نشوف جوه اللبن اي تكتلات، يعني واحنا بنصب اللبن بنشوف كانه لبن ساده خالص ما فيهوش اي تكتلات من اي نوع. وده بعد ما ملينا الكوبايات كلها ورصيناهم في اماكنهم.
كل اللي هنعمله ان احنا هنغطيها ننساها فترة طويلة كده، لان الزبادي بياخد وقت خصوصا في الشتاء. عايزة اقول لكم ان الجهاز ده ما بيسحبش خالص اي كهرباء، هو تقريبا زي الفولت بتاع لمبة عادية خالص. فهنحطها في الكهرباء ونسيبها وما نقلقش على الكهرباء ولا حاجة. نسيبها بتاع مثلا 8 ساعات او 9 ساعات، ممكن تسيبوها ليلة كاملة. اول ما انتوا تسيبوها بس 5 دقايق كده بتتأكدوا انها شغالة، هتلاقوا الغطا نفسه بدأ يشبر كده ويكثف مية. ده تاني يوم بقى بعد ما سبتها ليلة كاملة جوه الجهاز. شايفين اهو المية متكثفة من فوق، والزبادي هتلاقوه جمد. لما نفتحها بقى اوريكم شكل الزبادي من جوه اهو، انتوا شايفين هو جامد ازاي. وطبعا ده مش الفاينل، هي كمان بتحتاج ان هي تتغطى وندخلها بقى بعد ما غطينا كل الكمية، ندخلها جوه التلاجة تجمد اكتر واكتر وتكتسب بقى طعم الزبادي اللي احنا متعودين عليه. بعد ما سبتها في التلاجة حوالي 5 ساعات كده، قررت اطلعهم واوريكم الجمال اللي احنا هنشوفه مع بعض. ده شكلها كده بعد ما جمدت، طبعا ماسكة نفسها. واوريكم كده لما ناخد معلقة منها تبقى عاملاها شكلها ازاي. بتكون كريمي قوي وطعمها كمان فعلا كريمي جدا بسبب الكريم شانتيه او الصوبيا اللي احنا ضايفينه. طعمها حلو قوي، لازم تجربوه. ما تنسوش لو جربتوها وعجبتكم تكتبولي في التعليقات.